اي حد متابع اللي بيحصل اليومين دول اكيد اكيد خد باله من قوة الايمان الرهيبة اللي فيهم اخواتنا في فلسطين. الناس اهاليها ميتة، بيوتها بتتدمر، حياتها بتتدمر، مفيش مكان يناموا فيه، وطالعين صابرين، وتلاقي ناس بتبتسم وناس بتقول الحمد لله. سألت نفسك ليه الكلام ده؟ الكلام ده عشان حاجة اسمها قوة الإيمان، علشان عارف هو معتمد على مين. مش معتمد على بني آدم، مش معتمد على دولة تانية تيجي تساعده، هو معتمد على ربنا. وعارف ان اللي معتمد على ربنا مطمن. في حديث عليه الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الحديث ده عميق، لو وقفت عنده عميق. بيتكلم عن المؤمن مش المسلم، بيتكلم عن المؤمن. المؤمن ده، المؤمن ده اللي فعلا عارف ومقتنع ان ربنا موجود، عارف ومقتنع ان بكل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عاشه وقاله، عارف ومقتنع بالقرآن وكل اللي فيه وفهمه. مش اللي واخده كده، مش اللي واخد الدين وراثة. اقسم بالله لو عايز تبقى في الحياة فيرلس، ما بتخافش من اي حاجة لحد، ولا محتد، ولا اي حاجة، ولا ظروف، ملكش غير السكة دي، سكة الايمان. سكة الايمان. لو اللي متابع فيكو، في ناس كتيرة قوي 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 في الويسترن وورلد، في المجتمع الغربي دلوقتي ابتدوا يقروا القرآن وابتدوا يفتحوا على ويتفرجوا من كتر عجبهم. لان كل واحد بيشوف حاجة بتحصل زي دي في العالم التاني، في اي حتة تانية في العالم، بتلاقيه عمال بيركب على كف ويقعد يقول ليه انا واشمعنى انا ومعرفش ايه، وبينقم على الحياة، وفي منهم اللي بينتحر. بس الناحية التانية الناس مبتسم، الناحية التانية الناس عايشة، الناحية التانية الناس ماشية وماسكة نفسها. كل الكلام ده بيحصل علشان قوة الإيمان. قوة الإيمان هي اللي مخليها الموضوع ده كده. فلو انت عايز في حياتك تكون قوي في كل حاجة بقى، في شغلك، في مجتمعك، في الشارع، في حرب، في سلم، في أي حاجة، عليك بقوة الإيمان. والإيمان ده ما بيجيش كده من السهل. هقولك على شوية خطوات ان شاء الله باذن الله لو عملتها قوة الايمان بتاعتك هتطلع لدرجة زي الناس دي. اول حاجة الصلاة. الصلاة هي عماد الدين. الصلاة هي اللي هتخليك كونكتد مع ربنا. الصلاة كل شوية 5 مرات في اليوم هتلاقي بفكرك، مش هتخليك تروح حياتك وتتلهي 18 ساعة ولا 16 ساعة اللي انت صحيهم من غير ما تفتكر ربنا. انت بتقف وبتصلي حتى لو انت مش مركز، حتى لو انت بتسرح، حتى لو انت حاسس ان يعني بتعمل معصية. اوعى تخلي الشيطان يخش لك الدخلة دي، دخلت بتاعت انت تخش تصلي وتقابل ربنا باللي انت بتعمله ده. لا، خش صلي وقابل ربنا باللي انت بتعمله ده، ومع الوقت انت هتلاقي نفسك تتكسف من اللي انت بتعمله ده، وهتلاقي نفسك تخش تكمل صلاة وايمانك هيزيد. اوعى، دي دخلت شيطان. اوعى اوعى اوعى. تاني حاجة اقرأ القرآن وافهمه. خلي بالك افهمه دي هي اللي تحتها 100 خط. لان في كتير مننا قرأ القرآن، ومعظمنا يمكن 3/4 ما كانوش كلنا، وبالذات في رمضان بنحاول نختم. بس في فرق كبير بين الواحد يقرأ القرآن ومش فاهم فيه ايه، وفرق كبير بقى بين ان انت تمسك الآية وتقراها وتشوف تفسيرها ومعناها ايه، وتخش تعمل ريسيرش وتشوف الشيخ ده بتفسرها ازاي وعامل ازاي، وتقراها مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تركز معاك وتخش في دماغك وتتوقف عندها وتعرف الأحداث بتاعتها. الموضوع ده بياخد وقت، مش هتعرف تعمله في يوم وليلة. ممكن ياخد معاك سنة، ممكن ياخد معاك سنتين، حسب بقى اللفة بتاعتك وحسب انت حاطط وقت قد ايه. بس ده اللي هيخليك يبقى ايمانك قوي. لان انت القرآن ده يعني في كل حاجة، في كل حاجة. خايف؟ القرآن اقراه هيطمنك. مش فاهم تتصرف ازاي؟ القرآن هيطمنك. الآن اقرا القرآن كل حاجة القرآن القرآن القرآن. بس لازم تفهمه. في 2 من التفاسير اللي انا شخصيا شايفه من افضل التفاسير، واحد اسمه المختصر والتاني اسمه الميسر. في تفاسير كتيرة طبعا يعني فيها استرسال اكتر من الاتنين دول، بس الاتنين دول سهلين، وكل آية مشروحة كده باختصار شديد، وجايب لك مش الموضوع مش معاني كلمات، الموضوع تفسير وربنا قصده ايه في الآية دي. الاتنين دول جمال قوي وسهلين، فلو عايز تبتدي ابتدي بيهم. تالت حاجة هي اقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش حياة تقريبا عدى على كل الصعاب اللي ممكن احد فينا يعدي فيها.
عاش في فقر، عاش في مجاعة، عاش في حروب، عاش في فقد ناس أعزاء عليه، فقد أحبابه، فقد أولاده، فقد كل حاجة تقريبا أنت ممكن تعيش فيها هو عاش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلمك إزاي تتصرف فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام في كمية شجاعة لو بصيت عليها كده من نظرة القائد، كمية شجاعة، وفي مواقف كان بيقف فيها كل الناس حواليه خايفة وهو مش خايف ومكمل، رهيبة. تلاقي نفسك واقف بتفكر ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام جاب الطاقه دي كلها، الايمان. فلما هتقرا السيره وهتفهم حياة الرسول وتشوف الرسول ازاي طبق القرآن وتصرف ازاي في المواقف دي، انت ثقتك في نفسك هتبقى حاجة مختلفة، وهتلاقي نفسك هو ده القدوة بتاعتك، هو ده القدوة، هو ده اللي عايز تعلمه، هو ده اللي عايز ابقى زيه. فدي تالت حاجة. لو عايز تبتدي وعايز حاجة بسيطة كده وسهلة، اتفرج على سلسلة عمرو خالد على خطى الحبيب، سهلة وجميلة وفيديوهات ميسرة ومش مش طويلة. لو عايز بقى تخش اكتر من كده، في كتب كتيرة بقى في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، زي الرحيق المختوم، بس ده عايز وقت شوية وتركيز يعني. رقم 4، اقرا عن الصحابة. الصحابة دول بقى ايه يعني، ايه اقرب حاجة لينا كده، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عنده طاقة مختلفة، ويعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اختاره. الصحابة دول اقرب حاجة لينا، لان هم ناس زينا بس عاشوا في عصر الرسول، وايمانهم كان قوي قوي وتطبيقهم كان رهيب يعني. الناس دي فيها قصص يعني، لو انت عايز تدور على اي حاجة هتلاقيها. خالد بن الوليد وورير يعني، راجل لو عايز حماس، عايز موتيفيشن، بالذات لو انت بقى شاب في عمر العشرينات ولا الثلاثينات وعايز تعرف ازاي معنى الذكوره والشجاعه، خالد بن الوليد رضي الله عنه. عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، الناس دي كميه الشجاعه اللي فيها كانت رهيبه. عمر بن الخطاب وعقليته في البيزنس. عبد الرحمن بن عوف ده يعني يعتبر كان اول انتربرينور في العرب وفي العالم الاسلامي، شوف ازاي بقى طالع من قمه الفقر وقمه الغنى. اقرا سيره الصحابه دول، وخلي بالك يعني ما عندكش وقت، مش لازم تجيب كتاب وتقراه. في ناس كتير قوي هتلاقي في سلاسل موجوده وفيديوهات بتشرح القصه كلها مثلا في اختصار في ساعه ساعتين، حسب بقى انت ووقتك يعني. بس قراءتك عن الصحابه هي حاجه مختلفه تماما بقى، وتشوف ازاي ايه الناس العاديه ابتدت تطبق اللي عمله الرسول عليه الصلاه والسلام. رقم 5، في واحد كان بيتكلم قبل كده بيقول ان اي علاقة حب في العالم علشان تتبني انت محتاج تو واي كوميونيكيشن، يعني محتاج تتكلم ومحتاج تسمع. طب ازاي نطبق الموضوع ده مع ربنا؟ احنا مش هنقدر يعني مفيش التواصل العادي بتاعنا البشر ده مش موجود. النسخة الاقرب منه ان انت لما بتتكلم عن طريق ان انت لما بتصلي وبتدعي انت بتتكلم مع ربنا، ورد ربنا عليك موجود اسمه القرآن. لما هتقراه هتشوف ربنا عايز يكلمك ويقول لك ايه، ربنا بعت لنا القرآن ده لينا احنا. فانت لو انت هتتكلم وان واي بس، هتصلي بس وما بتقراش القرآن، انت بتعمل علاقة من يعني هاف، يعني نص علاقة. لو هتقرا القرآن بس من غير ما تصلي برضه نص علاقة. الاتنين مع بعض هم اللي هيكملوا العلاقة. عارف طبعا ولا المثل الاعلى، عارف ايه اللونج ديستانس ريليشن شيب، اللي هو يبقى حد اتنين في مكان مختلف وما بيتكلموش ومع الوقت العلاقة تفطر ازاي، نفس الكلام هنا. وده تعمله ازاي بقى، ان انت كل يوم تصلي وكل يوم تقرا قرآن، حتى لو آية، اقسم بالله حتى لو آية، يعني آية واحدة بس في اليوم، تفتح كده تشوف بس ربنا بيقول لي ايه، ادي سمعت ربنا بيقول لك ايه، وانت في صلاتك وفي دعائك تروح ايه تتكلم مع ربنا. الاتنين دول التو واي كوميونيكيشن ده هيعمل علاقة الحب اللي انت عايزها، علاقة الحب اللي هتخليك تحس ان هو معاك باستمرار، وعلاقة الحب اللي هتخليك تحس بالامان والطمأنينة، وهتخليك بعد كده بقى مش خايف من اي حد تاني في الدنيا. ليه بقى؟ لان انت خلاص معاك ربنا، هو في اكتر من كده. فده رقم 5. اللي جاي يعني محتاج شوية مجهود شويتين بس، والله العظيم 3 هيحولك بقى. الفجر ده من أصعب الصلوات، كلنا عارفين كده، يعني بنبقى جايين تعبانين، وبالذات احنا بقى في الوطن العربي بنحب السهر، فصعب، أنا عارف إن هو صعب، بس الفجر هو اللي هيعلمك حاجة اسمها سيلف ديسيبلين. مش بس اجره عظيم يعني، في حديث بيقول من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. يعني ايه في ذمه الله؟ يعني ربنا حميه، يعني في حمايه. عارف انت كده لما يجي مثلا حد يقول ده يا جماعه ده في حمايه ما حدش يجي جنبه، اهو نفس كان بقى بس مع ربنا. تخيل انت بقى في حمايه ربنا اليوم كله، ايه اللي ممكن يحصل لك مش عارف. فكر انت فيها. ده هيحصل ازاي؟
ده محتاج دعوة، يعني تبتدي تدعي، تاخد النية وتحاول مرة واثنين وثلاثة، وهتلاقي نفسك يوم بتصحى يوم ما بتصحاش، يوم تعبان. التزم واجتهد، وان شاء الله باذن الله تاخد ثوابين، ثواب الفجر اللي بتصليه وثواب الاجتهاد ان انت بتحاول. بس خلي بالك، يعني بغض النظر عن الثواب العظيم بتاعه، انت برضه هتتعلم حاجة اسمها سيلف ديسيبلين. يعني ايه سيلف ديسيبلين؟ يعني انضباط الذات. انضباط الذات ان انت يعني تبقى عارف ازاي بينك وبين نفسك قادر لما تاخد قرار تلتزم بيه في اصعب حالاتك. مفيش اصعب من ان انت تبقى في عز البرد متكلف تحت البطانية ولازم تقوم وتحط مية ساقعة وتتوضى وتنزل كمان بقى وتتمشى للجامع بدل ما تنام. لا، الشيطان ده هيقعد بص يعمل لك كل الألعاب بتاعته في الدنيا عشان يقولك ان النوم احسن. بس لو انت عرفت تعمل الحته دي، انت خلاص انت تقدر تعمل اي حاجه تانية. انت السيلف ديسيبلين بتاعك بقى عالي، انت خلاص يعني انت. وخلي بالك الحته دي كلها انت يعني ربنا بس اللي شايفك، مفيش حد تاني. فانت يعني مفيش بقى ايه تمثيل ولا في بتاع ولا في ان حد طبعا لو معاك صديق يقدر يساعدك في الموضوع ده ويخش وتشجعوا بعض والكلام ده جميل. بس اللي عايز اقوله ان دي حتى كمان بيقولوا ان صلاه الفجر اصعب الصلوات على المنافق، لان المنافق عايز الناس تشوفه، فالناس معظمها بتبقى نايمه اصلا في صلاه الفجر، فمحدش بيشوفه فهيروح ليه. فالموضوع ده مش بس هيخليك في ذمة الله ومش خايف ومطمن، يعني ما فيش بعد كده. انت كمان شخصيا هتعلم سيلف ديسيبلين. تلاقي بقى تبتدي يومك بقى بالصبح، والرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم كتير قوي في موضوع الصبح فيه بركه ازاي، والارزاق بتتوزع الصبح. وتقوم بقى لو انت في مدرسه او في جامعه تذاكر، تبتدي يومك بدري. لو انت في الشغل تروح الجيم قبل الشغل عشان مثلا تبتدي حياتك فاهم بنشاط. لو انت بقى مش في اي حاجه من الحاجات دي، هتقوم تصحى تقرا شويه، تقرا قران، تقرا كتاب، تثقف نفسك، في بركه رهيبه في الفتره بتاعت الصبح. فدي كلها حاجات جانبيه من الحاجات العظيمه اللي هتجيلك لما تبتدي تصلي الفجر. اخر حاجه الاذكار، اذكار الصباح والمساء. بتاخد 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق، وممكن في الاول بس تطول معاك شويه عشان انت يعني مش متعود عليها، بس 5 دقايق بالظبط. وبالذات بقى في واحده منهم كده اللي هي ايه، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يعني حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، يعني يكفيني الله، انت مش خايف من اي حد. انت تخيل انت كده الدنيا كلها حواليك وانت بتصحى بتقول انا يكفيني الله، وبتفكر وبتبص كده فوق، فانت يعني انت خايف من ايه تاني؟ فيعني مفيش. الحاجات دي هي اللي هتعمل لك الايمان، بتزرع الايمان جوه. تبتدي بقى تتحول من بني ادم بيخاف من الضابط، ولا بيخاف من الفلوس، ولا خايف من الفقر، ولا خايف يحصل له حادثه، ولا خايف تحمل له معرفش، ولا خايف من الحسد، ولا لشخص مش خايف من اي حاجه. عارف ان لو في حاجه وحشه هتبقى في بركه وهصبر، وعارف لو في حاجه حلوه جايه من عند ربنا، وعارف ان ربنا اللي حاميني، هخاف من ايه وليه؟ انت متخيل؟ ودي مش هتيجي في يوم وليله، ده كلها انت بص بتحاول تأتاك الخوف اللي جواك واللي موجود في قلبك، وتريبليس الكلام ده كله. فكر نفسك كل شويه ب5 صلوات، بالقران، بالاذكار، بالفجر في الجامع، بسيره الرسول، بقصص الصحابه، ان انت يعني مفيش غير ربنا هو اللي في ظهرك. ولو ربنا معاك مفيش اي حاجه تانية معاك، في حاجه تانية ضدك. ولو اي حاجه تانية بقت ضدك انت مش خايف. يعني احنا شايفين بعينينا ازاي قله قليله عماله بتغلب فئه كثيره بتحاول تخلي العالم كله يفتكر ان هم اعظم حاجه، فمن غير ما نخش في تفاصيل. وده ليه؟ ده الايمان. وشوفنا بقى، ارجع بقى في قصص الصحابه، هتشوف بقى يعني ايه في الحرب، في معركه كذا كانوا المسلمين 300 ودول الناحيه التانية كانوا 1000، في معركه كذا كانوا. فاحنا شايفين الموضوع مش اعداد، ولا الموضوع ان انت معاك ربنا وايمانك قوي، معاك ربنا وايمانك قوي. انت عارف انت رايح فين، وعارف ان اي حاجه هتحصل لك هي خير. وده هيجي منين؟ هيجي من الايمان. فيعني احنا نشكر اخواتنا في فلسطين لان هم معلميننا ومفكريننا بدرس قوي زي ده، وندعي لهم ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ويعني ويفرج همهم وينهي الموضوع ده على خير وبسلام يا رب العالمين، ويرجعوا الدنيا كده يرجع لهم الامان والطمأنينة اللي محتاجينها. وما تخليش الحاجات دي تعدي عليك كده من غير ما تفكر فيها. يعني اللي بيحصل حواليك ده بيقولوا لك البني ادم الذكي هو اللي بيتعلم من اخطائه، بس البني ادم العبقري هو اللي بيتعلم من اخطاء غيره. وهنا الموضوع مش اخطاء غيره، هنا الموضوع الحكمه عايزه تقولك ان انت ما تبقاش بس تستنى عشان تغلط الغلطه وتتعلم منها، لا انت بص على اللي حواليك بيعملوا ايه وتعلم منهم. سواء كانوا بيعملوه ده صح اعمل زيه، سواء كان غلط تتفاداه.
فاللي بيعملوه ده بيفكرونا وبيدونا درس عظيم قوي ان في حاجه اسمها ايمان، والايمان ده لما هيبقى معاك انت مش هتخاف من اي حاجه، وهتبقى بتضحك مهما كان اللي حصل. ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله باذن الله، وربنا يصبرنا ويفرج هم الامه ان شاء الله باذن الله.